السلام عليكم متابعيني، ويا صباح الخير. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب بألف خير وسعادة. بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اليوم فيديونا عن الشلغم والشوندر. نزل بالسوق يعني. عندي راح أسوي هنا طبختين. راح أسوي الطرشي الأحمر وكبة حامض شلغم. كبة حامض شلغم. أول مرة قطعت الشلغم، قطعت البصل، وقطعت عندي السلق ولبلبي حسب الرغبة يعني، والتمن قلاص ونص نقعته أنا. هنا بديت راح أسوي أول شي أبدي بالطرشي، قطعته بهذا الشكل حتى كله يستوي سوا. راح أقطعه وأقطع الشوندر همينه، أقطعهن وأشوف لي مثلا عندكم حافظة أو شيشة نكبسه بيها. راح أخليه هنا. هاي الحافظة عندي نايلون نظيفة وممسوحة ما بيها أي ماي. راح أفرغه كله وراح أدفي ماي، أسوي ماي حار يعني، وأخلي بيه قلاص خل. حتى شنو؟ حتى لأن الجو بارد هسه، فحتى يستوي بسرعة. يستوي بسرعة. حتى هنا راح أخلي له ملح وشوية ليمون دوزي، مو هواي يعني، خاشوقة مال شاي. هنا راح أصب الماء الحار فوق رأسا، وأحكمه زين يعني من أسده حتى ما يدخل له هواء ويسبب تعفن. تصير طبقة بيضة لي فوق، هذه تعفن يعني مالت الطرشي. هناك بس حطيت لي هذا الأكياس هذه نستعملها. راح أغلقه وأخليه بمكان جوا بالكاونتر حتى شنو؟ حتى بسرعة يستوي، ما يطول عندي يومين ويستوي، لأن الجو بارد. بس إذا ماي حار يستوي بسرعة. هسه راح أبدي بالحامض شلغم. هنا حمست البصل والشلغم والسلق كله سوا، ضفت بهارات عليه، بهارات كاري مرق عادي، كركم. هنا بعد ما حمسته ضبيت عليه ماي وكاري وكركم. وهذه كبتنا محضرتها أنا، هم طلعت لكم بالفيديو مال كبة. أخليها تفور وأشيل هذه الرغوة اللي تطلع منه. إذا تحبوها حمرا خلوا معجون، أنا هنا خليت معجون خاشوقة وحدة. وبعدين أبدي أسقط به الكبة وأخليه على نار وسط إلى أن تثخن. وحاولوا بين شوية شوية يعني تقلبونه حتى ما تلزق الكبة اللي جوا. وهذا طبخنا نهائي، وإن شاء الله سهمكم العافية. طبعا طعمه كلش طيب. وهذه حتى الشوندر هم سلكته وسويت من عنده زلاطة، والباقي الشوندر هم راح أسلقه هم يحبوا ياكلونه. وأتمنى دعمكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك حتى أقدم لكم أشياء جديدة.